السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. القصة دي قصة حقيقية حدثت بالفعل. نبدأ حلقة النهاردة ونقول بسم الله. في لحظات معتمة من الحياة ممكن تلمح حد واقف في ظهرك، تلف تلاقيه انت نفسك بالحرف، لكن من غير دفء، من غير روح. عيونه سودة أو حمرة، جسمه واقف بس مفيهوش حياة، وكل مرة يظهر بتحصل حاجة. دي حكايتي، أنا يا حسام، وده كائن بيظهر لي من طفولتي شبه القرين، أو يمكن حاجة أسوأ. البداية لما كنت طفل عندي أقل من 10 سنين، وكنت صاحي بدري عشان المدرسة. المنظرة كانت ضلمة مش منورة، وأنا معدي من عند الحوض شفته. جسم لونه أسود بالكامل وعيونه حمرة كأنها لمبات بتنزف نور، ماشي ناحيتي وأنا ماشي ناحيته. مع إن المنظر مرعب بس ما خفتش. الغريب إن قلبي كان هادي، ووقف جنبي. كان طولي وملامحه غرقانة في العتمة. نورت النور واختفى. تكرار بس بذكاء أكتر، وأنا عندي 13 سنة. كنت نايم وصحيت على صوت حد بيقول لي: قوم، نسيت تحط تليفونك على الشاحن. ببص لقيته واقف جنبي، ووشي هو وشي بالظبط، بس كان عينه فيها لمعة غريبة ما فيهاش إنسان. أول ما ركزت اختفى. بعدها بفترة صحيت على صوت تاني: قوم، القطط هتدخل عليك وتخربشك. كان واقف عند رجلي، شبه نسخة أصغر مني بشوية. بدأ يختفي تدريجيا قدامي، وفعلا بعدها بدقايق دخلت القطط من الشباك وخربشوني. بيظهر في أماكن تانية، بس ببص. بس من سنة ونص وأنا واقف في البلكونة شفت حد تحت واقف. كان أنا، نفس اللبس نفس الوقفة، بس وشه كان ثابت كأن الزمن مش بيحركه. ما بيغمس، ما بيمشيش إلا لما أنا أتحرك. ومن وقت قريب ظهوره بقى متكرر. كنت قاعد لوحدي وبفتح باب الأوضة، عدى قدامي بسرعة وقلب همس. رجعت تاني، ومرة تانية شفته قاعد على الكرسي في الضلمة، رجليه متشابكة ووشه نازل لتحت. قربت منه، ولما اتكلم صوته كان بصوتي، لكنه كأنه جاي من جوه القبر. أنا اللي قبلك وأنت اللي بعدي. حاولت ألمسه، اختفى، وفضل ريحة شياط فاضية في المكان. أسوأ مرة من أسبوعين حلمت إن انعكاسي في المراية بيتحرك قبل بثانية. كنت ببص وهو بيبتسم، وأنا لأ. كنت نايم، صحيت لقيت باب الدولاب مفتوح، وفي صوت نفس جاي منه. مفيش حد، لكن ريحة جسمي لما أكون خايف كانت مالية المكان. النهاية، أنا مش مريض. أنا متأكد إن اللي بيظهر لي ده قريني. بس السؤال اللي بيخوفني: ليه بيظهر كتير؟ وليه دلوقتي بالذات؟ وليه أحيانا بيساعدني وأحيانا بيهددني؟ يعني إيه القرين؟ القرين في الدين هو مخلوق من الجن، بيخلق مع كل إنسان وبيفضل معاه طول عمره. هدفه إنه يبعدك عن ربنا، يوسوس لك، يوقعك في الغلط، لكنه ما يقدرش يتحكم فيك إلا لو بدأت تفتح له الباب. هل اللي حصل معايا طبيعي ولا لأ؟ اللي شفته كان فوق الطبيعي. قريني مش بس بيهمس، ده بيتجسد وبيظهر لي وبقرب منه أوقات، وده معناه إن في رابط اتفتح بينا. تحذير لأي حد شاف أو مر بحاجة شبه كده: ما تبصش في المراية كتير، خصوصا في الضلمة. حافظ على الأذكار قبل النوم والصلاة بانتظام. لو بدأت تحس إن في نسخة منك بتراقبك، اقطع الروابط فورا، وتجنب الحديث مع الكائن ده مهما قالك أو حذرك. أنا حسام، ولسه بيظهر لي، لكن المرة الجاية خايف يكون عايز ياخد مكاني. هل أنا بس اللي مريت بكده،
ولو في حد تاني شاف نفسه في الضلمة. وبكده تبقى خلص حلقة النهاردة. يا ريت لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.